كنت ملحد؟ كنت ملحد. لا سنين ملحد؟ سنين وانا في الثلاثينات من عمري. طيب لا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى؟ انا كان عندي ايمان قلبي شويه، الحاد بس صوفي. يعني كنت تقول إن لا وجود لله، لا وجود لله سبحانه وتعالى؟ مش كده بالظبط. لا. الموضوع ايه؟ انه الحواس مش موصله لك، والاستنتاج العقلي بيدي لك الاثنين. ممكن يقول لك احيانا طبعا في اله، واحيانا يقول لك لا مفيش. انا وصلت لها بالقلب مش بالعقل. ببقى بتعرض لموقف وحاسس ان انا هموت او هروح المستشفى او هتشل، واقول يا رب انقذني. ليس من الرجوله بقى وانك تصحى الصبح وتكفر بيه. بينقذك في اللحظه الحرجه كذا مره. ايه بالنسبه لي انا ما اعرفش هو بيحبك زي ما بيحبني ولا لا، بس لو انت شفت هو بيعمل معايا ايه. انقذك الله سبحانه وتعالى كتير. تعاطيت المخدرات؟ طبعا. وش وصلت الموت؟ وصلت والحمد لله لحافه كل شيء، بين العقل والجنون. نعم. ما بين الحياه والموت، ما بين المشروع والجريمه. كيف تحب ان تموت؟ حاجه من الاثنين، ان انا اكون بقاوم الشر بالسلاح او ان انا اكون بمثل. يعني مش ضروري على المسرح ولا ساعه التصوير، لكن وانا في الاستراحه مثلا. يعني تحب تموت وانت ممثل؟ في دور معين في بالك؟ البعض من يقول لك شلون يحب يموت وهو ممثل، والموضوع خطر. دور شرير لو دور انسان طيب، اي دور راح تاخذ؟ هم دور عشان اموت فيه يعني؟ اي دور. يعني تتمنى تموت وانت تمثل؟ اخش الاوضه وانا اموت، مش هقع وانا قدام الكاميرا. دايما اقول لهم كل ما اموت اتلفوا على مصر. طيب ليه ما تتمنى تموت في مسجد؟ مش هيدي لك اللي انت عايزه وانت تطوف على الكعبه. لا مش هيعمل لك اللي انت فاكره. لا عشان هتتمحك فيه. الاعمال بخواتيمها. بالخواتيم جميعا، مش باخر خواتيم، مش بالتترات زي ما انا عملت دلوقتي. واحنا حتى في وسط الشغل واحنا قاعدين قلت لكم ثواني عشان اصلي، حبا واحتراما للدين.